مدينة القدس بناها العرب اليبوسيون في الألف الرابع قبل الميلاد، يعني 40 قرن قبل الميلاد. طب اليهود بيقولوا احنا اليهود ولنا حق. طب ما هي اليهودية؟ شريعة سيدنا موسى الذي نشأ وولد وعاش وتعلم وبعث ومات ودفن في مصر دون أن ترى عينه القدس ولا ترى عينه فلسطين. سيدنا موسى كان في القرن ال13 قبل الميلاد، يعني القدس عربية قبل سيدنا موسى وقبل اليهودية ب27 قرن. طب اليهود يقولوا لا ده احنا بننتسب الى اسحاق عليه السلام ابن سيدنا ابراهيم. طب سيدنا ابراهيم كان في القرن ال19 قبل الميلاد، يعني القدس عربية قبل سيدنا ابراهيم ب21 قرن. ده تاريخ القدس. يعني إذا كان 4000 يعني 40 قرن قبل الميلاد القدس عربية بناها العرب اليبوسيون، والنهاردة في 20 قرن بعد الميلاد. إذن عمر عروبة القدس أكثر من 60 قرن، أكثر من 6000 سنة من بنائها إلى هذه اللحظة. اليهود يقول لك طب ما احنا عشنا فيها وعشنا في أرض كنعان وفي فلسطين. دخلوها غزاة مستعمرين استعمار استيطاني بنصوص العهد القديم، انه مطلوب اباده هؤلاء الناس ولا تشفق عيناك عليهم ولا تقطع لهم عهدا وتبيدهم الى اخره. ثم ان الوجود اليهودي في مدينه القدس، يعني احنا قلنا هذه المدينه عربيه على امتداد 60 قرن 6000 سنه. اليهود لم تقم لهم قائمة في مدينة القدس تاريخيا إلا 415 سنة في القرن العاشر قبل الميلاد، في عهد سيدنا داود وفي عهد سيدنا سليمان. في القرن العاشر يعني بعد عروبة القدس وبناء القدس ب30 قرن. إذا كانت هذه ثم 415 سنة في 60 قرن. طب ما احنا عشنا في الأندلس ولا تزال المساجد قائمة في الأندلس 800 سنة، يعني عمر الكيان اليهودي تاريخيا في القدس أقل من نصف عمر الوجود الإسلامي في الأندلس. يعني أنا بقول ليه احنا بنقول هذا الكلام؟ مش عشان نرد فقط على هذا الأستاذ اليهودي وعلى منظمة الدفاع اليهودية اللي قالت هذا الكلام في سنة 99 وطلعوا وثيقة بهذا الكلام. احنا بنقول الكلام ده لينا احنا كمان، لأنه فين مدارسنا من الثقافة المقدسية؟ فين علمائنا من الثقافة المقدسية؟ فين إعلامنا من الثقافة؟ أنا قلت المحاضرة بتاع الأستاذ اليهودي في حد رد عليه؟ أنا يمكن كتبت دراسة ونشرتها، لكن ما حدش حتى ولا وسيلة إعلامية مقروءة أو مسموعة تطرقت لمثل هذه المحاضرة. الدراسة اللي أنا كتبتها ونشرت يوم، بدأ ينشرها في الأهرام يوم السبت اللي فات، المفروض تنشر على 3 حلقات. أنا عايز أقول إحنا النهاردة بنقول في عام 2009 وزراء الثقافة قالوا القدس عاصمة الثقافة، اختيرت نعم عاصمة الثقافة الإسلامية. إذن لابد يبقى فيه فكر، ثقافة، إعلام، تربية، تعليم، بتدور كل معلومات هذه الأنشطة حول مدينة القدس. أين هي الثقافة التي تعلم الناس أن عروبة القدس عمرها أكثر من 60 قرن، وأن الوجود اليهودي الغازي والوجود العبراني الغازي المستعمر ليس له وجود في تاريخ القدس إلا 415 سنة في عهد داود. السلام عليكم.